السلام عليكم البنات. سلو هاد العام ان شاء الله توجدوا على حقه وطريقه بطريقتي. عرفتوا البنات واحد البن فيه ما نقولش لكم خطير خطير ومقوت ومقد على حقه وطريقه بنين ما تشبعوش منه. حضروا معايا بواحد الطريقه اللي هي سهله ومبسطه ان شاء الله ينال اعجابكم. ما تنسوش لايك واشتراك قبل كل شيء ونبدا على بركه الله. نص كيلو ديال اللوز خديت منه زلافه درتها تحمر، حمروا نتوما سوا بغيتو في الفران ولا هكا كما بطريقتي بشويه ديال الزيت في مقيله، وخليت واحد نص زلافه هي اللي غادي نديرها تسلق ونحيد القشور ديالها ونحمرهم على حساب التزيين. هنايا درت كيلو ديال الزنجلان بلدي، نقيته وغسلته ودرته هنايا ينشف. من بعد حمرته هكا في الكوكوط، نتوما حمروا في الفران ولا في الكوكوط اللي يحب خاطركم. اني استعنت بالكوكوط هاد المره حيت هي اسهل. البنات انا هادشي ما قديتوش في نهار واحد، داكشي اش غادي نقاد معكم الوقت ما قديت شي حاجه غنصورها معكم غادي يبان لكم داكشي ما مرتبش. يعني طحنت هذاك اللوز في الهاشوار، هرمشته هكا وخديت واحد الكاس منه، حاولت نستخرج منه الزيوت ديالو تطحن مزيان. هنايا خديت نص كيلو ديال الكاوكاو، درت مع شويه ديال الزيت وحمرته بنفس الطريقه بالقشور ديالو. من بعد حيدت القشور ديالو وطحنته نفس الشيء. هنايا خديت زلافه ديال إيلان، راه كيجي بنين فيها البنات، يعني بلا ما تقولوا راه غادي يخيبوا لكم ولا شي حاجه، كونوا هانيين. هنايا كنت كنحمر الدقيق، استعنت بالدقيق الحرش، هو البنات ما كيتكورش بحال الدقيق الرطب، يعني ديك تكور بواحد الطريقه اللي هي بسيطه بزاف، ما ضاعش ليا وما محنيش. بقيت كنحمر في الكوكوط، نتوما حمروا في الفران ولا عطوه الفران ديال الزنقه، المهم اللي بغيتو. انا درت في الكوكوط وهنايا تحمر ولا بهذه الطريقه. اللي ما درتش لايك ديروه، واحد الكومونتير تشجيع البنات باش حتى انا نتشجع ونزيد القدام. كيف ما كتشوفوا ما فيش الكويرات بزاف، هنا مازال ما غربلتوش، يعني حتى انا بغيت نخليته حتى اللي وقت ما بغيت نخلط مع سلو عاد غربلته. هنا البنات خديت نص كيلو ديال الزبده، خديتها الزبده ديال العبار نص كيلو، ذوبتها بقات كتذوب هكا حتى يبان لكم البنات رجعت بحال الزيت، يعني غادي تبقى تذوب حتى داك الحليب ما يبقاش فيه الحليب ابدا، يعني داك الحليب غادي يتشرب حتى تبان لكم رجعت بحال الزيت. ملي غادي تبان لكم يعني ولات بحال الزيت ما بقاوش تخلطوها. هنا كيف ما كتشوفوا راني رجعت بحال الزيت، يعني ما بقاش نخلطها من ديك غادي التكتلات غادي تنزل للاسفل. هنا غتخلوها حتى ترتاح وعاد تصفيوها وتبداو تستعملوها. البنات انا خلطت ما بين الزيت والزبده، والبنات اللي غادي يقولوا لي الزبده مثلا كتغمل، لا البنات غير تحيد منها الحليب ما غاديش تغمل لكم لا والو. هنايا كاس ديال النافع غسلته ونقيته وكنحمره نفس الشيء. هنايا بدا كيتحمر، حمرته غير في مقيله. ونفس الشيء حبه حلاوه، كاس ديال حبه حلاوه حمرته غسلتها نقيتها عاد حمرتها. انا الا بعد ما حمرته وبرد نهار اخر هذا صافي بديت كنطحن في المكون ديالو. طحنته هكا غير في المولينكس، الكاس ديال المولينكس هكا بحال الدقيق، ما بقاش فيه لا الحبيبات لا حتى حاجه. تاكدت 100% بلي راهم مطحون ولا بحال الدقيق وغادي نستعملوه. هذا نهار اخر، يعني قضيت هاد السلو بدون تعب، قاديت كلشي مطحون كلشي مقاد منقي مذوب. فبديت كان هاد النهار ديال التخلاط، هذاك نص كيلو ديال اللوز معاه هذيك الاخر اللي شويه ديال اللوز اخر اللي خليت طحنته حتى رجع يعني طلق الزيت ديالو. هنايا هاد كيلو ديال الزنجلان طحنته حتى هو، وخليت زلافه منه صاينه بدون طحن باش كنخلطوها معاه باش كيعطونا ديك الحبيبات. هذا داك الكاوكاو حتى هو طحنته في الهاشوار. البنات اللي بغيتو نتوما الا بغيتو نتوما ترجعوا النص
يعني يطلق كل الزيت ديالو وتخليو نص اخر، فكيف ما حبيتو انا هذه هي طريقتي. هذا الا حتى هو هذا كاس ديال حبه حلاوه وكاس ديال النافع، طحنتهم نفس الشيء وغادي نبدا نخلط داكشي. انا غادي نستعن بالعجانه، هي كتخلطو مزيان وما كتخليكش تعبي، فالحمد لله سهلت عليا الامر. بديت كنخلط بها، وانايا ما غاديش نخلط بالزيت الروميه البنات، انايا كنخلط بزيت العود دائما. اللي بغات دير الزيت في بلاصه يعني زيت الزيتون. زلافه ديال السكر كلاصي، تكون الزيت ما فيهاش الريحه، ما تكونش قاصحه ما تقمر، فكتكون يعني جديده. فخلط جميع المكونات وغادي نبدا ندير الزبده والزيت بشويه بشويه. واحد الكوزه حتى هي حكيتها، ومع حبه ديال المسكه حره، وضغطتها مع شويه ديال السكر كلاصي مزيان في داك المهيرس، وضفتها على المكونات. واحد المذاق فيها البنات رائع جدا كيحمق. وهنايا بدات كتخلط ليا كيف ما كتشوفوا كل شيء واضح. اللي مازال ما درت لايك ديروا البنات، ولا بغيتو ديروا بيديكم ما عندكمش العجانه، يعني غير بداو ديروا تضيفوا بشويه بشويه وتمعصوا حتى يعني يعني داكشي يكون منسجم. وهنا النهايه الحمد لله ساليت وطلع واعر، والحمد لله اللي داقوا عندي كيعجبوا. كل وحده فينا الطريقه ديال التقديم ديالها. انا راه عطاني اكثر من هكا، هذا فقط يعني غير باش نقدم معكم، نعطيني ما شاء الله كميه اللي هي كبيره الحمد لله. ايوا عواشركم مبروكه، ونتمنى ان شاء الله يدخل علينا هاد رمضان بالصحه والعافيه ان شاء الله، وبصحتكم وراحتكم اللي قدت شي حاجه، وبالسلام عليكم.